صباح الخير، انا جيت لكل ما يعرفنيش. انا ناريمان، والنهارده هنجاوب على سؤال جه في عقل اغلبيتنا. خلينا نكون صراحه مع بعض. هل الزلزال ده غضب من ربنا؟ لحد امتى هنفضل نتعامل مع ربنا بشخصنه من خلال صدماتنا النفسيه؟ بمعنى ان احنا شايفين ربنا من خلال صدماتنا اللي حصلت لنا واحنا اطفال. احنا لسه مفيش اي ادراك يعني ايه ربنا، واحنا عقلنا متبرمج على السرفايفل مود او النجاه. فبالتالي العقل دايما بيحطنا ان احنا نقدر نكمل. بالنسبه للبيبي، لو انا ما خدتش حب، لو انا ما خدتش اهتمام، اهلي مش هيبصوا لي، فمش هاكل، فهموت. يجي البيبي يعمل حاجه غلط، يلاقي اهله عملوا ايه؟ زعقوا له، والدنيا اتقلبت وضرب وحاجات كتير. يبقى بالنسبه له ايه؟ اتسجل ان انا لو غلطت انا هخرج من منظومه الحب، لو غلطت انا هخسر حياتي، لو غلطت انا خسرت اهتمامهم. فبالتالي من هنا بتيجي تتولد لحظه المثاليات والشعور بالذنب والحاجات الكتير دي كلها اللي احنا عارفينها كلنا. المشكله هنا ان احنا بنشوف ربنا من خلال النظره دي، ان ربنا بعت الزلزال لان هو غضبان علينا. بس في الواقع ربنا اقرب لينا من حبل الوريد. في الواقع ربنا رحمته وسعت كل شيء. في الواقع احنا نفخة من روح الله، احنا ارواحنا دي من ربنا. مستحيل حد يكون احن علينا منه. ربنا عارف ان احنا هنغلط، عشان كده سمى نفسه غفور ورحيم عفو اللطيف. ان احنا حتى لما نغلط هيلطف بنا، ان احنا حتى لما نغلط هيكون في رحمة بينا. فبالتالي هي مش غضب وعقاب قد ما ان الارض نفسها بتتطور. الزلازل دي الارض نفسها كائن حي بيتطور. هل انت كانسان بتفضل دايما مبسوط وفرحان وعلى طول حاسس بالحب والسلام، ولا بتيجي عليك لحظات انا متضايق، انا مطفي النهارده، محدش يكلمني؟ بتيجي علينا لحظات كده. لما يبقى نسبة حدوث الزلازل 100 كل 100 سنة ل 300 سنة، يبقى هل كده ربنا بيعاقبنا؟ ولا الأرض كائن حي هو كمان بيتطور؟ الأرض من قبل احنا ما نيجي اتحركت واتغيرت، والخرايط القديمة اللي كنا بناخدها في المدرسة والحاجات دي، وصلنا للمرحلة دي ازاي غير بالزلازل والبراكين؟ ده طبيعة الحياة على الكوكب، أو ده طبيعة الخلق، التطور والتغير. لا دايم الا وجه الله. هو ربنا الحاجه الوحيده الثابته في الحياه. بس مش معنى كده ان هو ربنا قصد العقاب، قد ما هي نظام ربنا خلقه، قد ما هي رساله لينا. الزلزال ده دايما ربنا قال ان مع العسر يسر. في العسر في اليسر، يعني مش قبله ولا بعده، هو معاه، كانهم وجهان لعمله واحده. انا ممكن اختار ان انا اشوف العسر بس، وممكن اختار ان انا اشوف اليسر بس الارواح وماتت وناس كتير ومتعذبه. ايوه صح، ده حقيقي، وقلوبنا مع كل الناس اللي فقدت اهلها او حد عزيز عليها هناك. بس ببساطه احنا ارواح. لو انت دلوقتي بتحب البيت قوي ورحت رحت مشوار، هنسيبنا من الوقت اللي بتكون فيه متخانق مع اهلك او مع اخواتك ومش طايق اساسا ترجع البيت. مش انا بتكلم، بص مش هنعلي على بعض. انا دلوقتي بتكلم في العادي، ان انت دلوقتي ده بيتك ومكانك والمكان اللي بتحس فيه بالامان. لو خرجت شويه وانت راجع له هتبقى ايه؟ مبسوط، مرتاح، مشتاق للمكان ده. اخيرا رجعت البيت، ياه اخيرا هنتخ سريري. مش ده اللي بيحصل؟ احنا ارواح، وده مجرد اختبار، كاننا خارجين فسحه مشوار وراجعين لهناك. معنى كده ان الارواح اللي توفاها الله هي رجعت لبيتها. في ألم ان احنا فقدنا ارواح كتير، بس في نفس الوقت في رحمة من ربنا، في نور هناك، في ان هم انتقلوا للاصل بتاعنا، ان هم راحوا لبيتهم اخيرا. طيب الناس اللي هنا اكيد ربنا ينقذ كل الناس في كل مكان، ويطلع ويساعد الناس اللي لسه تحت الانقاض. بس دلوقتي يا اما هنختار ان احنا نبص للشق السلبي، يا اما هنختار
ان احنا نبص للشق الايجابي. كام واحد، كام حياه، كام حد شاف ان حياته كانه بيتكتب له عمر جديد، كأن حياته فعلا في امل جديد. كام حد الزلزال ده زلزل فعلا نفسه واتجه ان هو يروح يعالج نفسه ويشوف كل الهموم والمشاكل اللي هو كان شايلها وكابتها بقاله سنين جوه نفسه. معنى كده ان الزلزال كان نقمة عليه ولا نعمة؟ احنا كبشر الزلزال ده كام حد مننا قعد جواه روح التعاطف، روح الحب، روح الدعم للإنسانية، ان احنا نرجع نحس بوحدتنا، ان احنا نرجع نحس ان احنا كبني ادمين كلنا متصلين. في ألم اتألمنا لما شفنا المشاهد دي، بس بنفس الوقت رجعنا لإنسانيتنا، رجعنا ان احنا كلنا نفخر من روح الله. في حد هيختار انه ليه يا رب ظلمتني، ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب بتظلم الناس دي؟ وفي حد هيختار الجانب الآخر، وكل واحد واختياره، وهو حر في اختياره، ودي حريتنا هنا. وإلا ما كانش اختبار، لو ما كانش في حرية كان هيبقى إجبار وكبت. وكتير مننا فاهمين ان ده إجبار وكبت، بس في الواقع ربنا ادانا حرية الاختيار. الأسئلة بتيجي في امتحاناتنا كلنا، واحنا اللي بنختار، يا إما نحولها لنعمة يا إما نشوفها نقمة.